ومرحبا بكم على قناتي مطبخ سلمى. اليوم رجعت لكم بوصفة جديدة باش نعملوا مع بعضنا ان شاء الله طاجين ملسوقة. طاجين ساهل وبنين ويحبوه الناس الكل. حطيت لهنا طنجرتي على النار فيها مقدار مغرفتين زيت زيتونة. تحبوا طيبوا بزيت الخضانية، زيت حاكم، اللي تحبوا طيبوا بيه تنجموا طيبوا بيه، طيبوا كيفي بزيت زيتونة. حطيت لهنا مقدار راس بصل مفروم فرمته ناعم كيما قاعدين تشوفوا، باش نحطه بصل صغير ماهوش كبير معناها، باش نحطه مع زيت. البصل نتاعي خليته على في الزيت معناها لين هكا بدا يذبل معايا. تو باش نحط الدجاج. انا باش نحط لهنا عندي جوانح نتاع دجاج شويه على الفخذ ذاك. انتم تحطوا اللي تحبوا عليه معناها، تحبوا تحطوا السكالوب، تحبوا تحطوا الزر نتاع الدجاج، انتم شنو تحبوا معناها كل واحد يطيب اللي يحب عليه. انا الزر والسكالوب نحسهم يشيحوا لي الطاجين، هذاك علاش ما نحبش نستعمل. نخليهم يتخليو شويه مع بعضهم. وباش نرمي الفخاد نتاعي لهنا عندي باش نستعمل نص مغرفه صغيره فلفل اكحل، مغرفه صغيره كركم وملح، نرميهم الكل مع بعضهم. باش نحط مع الفحات هذوكم رشه صغيره ثوم بودر. الثوم بودر يعطي نكهه متميزه مع الدجاج، بالحق يبدل المطعم على الاخر. رشه صغيره مش كبيره هكا نشوف. نخلط الكل مع بعضه ونمرق. الدجاج راهو فيسا فيسا يطيب، ما ياخذش برشا وقت، مش كيما اللحم ونخليهم يسلقوا مع بعضهم. قاعدين يغلوا كيما قاعدين تشوفوا. باش نحط عليه تو قصيت راس كعبه بطاطا كيما هكا. انا البطاطا باش نرميها مع الدجاج، انتوما تحبوا كان تحبوا تقليوها تنجموا تقصوها مكعبات صغيرين هكا وتقليوهم. انا نحب البطاطا الاكثريه في الطاجين طايبه، نخليها تغلي مع معك الخليط ونرجع لكم. وهذا الدجاج نتاعنا بعد ما طاب، شوفوا كيفاش طاب بكله، وحتى من البطاطا تبارك الله طايبه على الاخر. توا باش نقصوا طروف صغيرين هو والبطاطا ونرجع لكم. هذا الخليط نتاعي بعد ما كملت قصيته الكل، شوفوا كيفاش. توا باش نبدا نرمي باقي المكونات. عندي لهنا زوز حبات بيض قصيتهم مكعبات صغار نرميهم. ولهنا عندي 150 غرام جبن مخلط، تستعملوا جبن اللي تحبوا عليه الكل، معناها اي جبن انتم مسوسين بيه. انا نحبذ هذا المخلط فيه الكل، موتزاريلا، يمونتا، الشيدر، نحب هكا. حطيت لهنا 4 حبات بيض وباش نخلط ونشوف كان الخليط معناها جاني باهي مانيش باش نزيد اكثر بيض، كان جاني ناقص باش نزيد. حسيت ان الخليط هكا شرب العظم الكل، باش نزيد عليه كعبين اخرين بيض. سي بون، زدت عليه زوز حبات اخرين بيض، معناها الكل في الكل ولاو 6 كعبات عظم. وباش نصب عليه مقدار 50 مليلتر حليب هكا. سي بون، الحليب بيخليه طري من داخل، معناها كي يطيب يخليه طري وما يخليهش شايح. ونخلط الكل مع بعضه هكا. شوف كيفاش الخليط ولا عندي، ماهوش جاري ماهوش خاثر، صافا. نوصل اخر حاجه باش نعملوا الملسوقه نتاعنا. انا باش نستعمل الملسوقه الحاضره ديالي، ما نجمتش نحضرها اليوم، ان شاء الله فيديو اخر نوريكم كيفاش نعملوا ملسوقه ديالي. باش نبدا نحي الساشي هذيا الملسوقه. وباش نبدا ندهن بالطرف بالكعبه بالكعبه بالزبده. انا لهني ذوبت مغرفه كبيره زبده باش ندهن الملسوقه نتاعي كي كتجيني طريه
هكا. من تالي ومن قدام، من هنا ومن هنا عجيتي. تحبوا تدهنوها بالزبده، بالزيت، زيت زيتونه كيما تحبوا. انا زيت زيتونه، وفي هكا نحسو الطاجين يولي قوي برشا، خاطر هو طايب بزيت زيتونه نحسو يولي قوي برشا. ونحط الكعبه كيما هكا، هكا. كمل الكعبه الاخرى. تمام. وتالي ومقدام شخشخة هكا. ونحطها على الطبق هكاكا. باش نكمل نصب، بعد ما كملت حطيت الملصوقه نتاعي باش نصب الخليط نتاعي اللي عملناه. نصب الكل. وباش نبدا نلم هكا فيهم بالكعبه بالكعبه، نلموه بشويه بشويه، نحطو ذي قبل خير. نكمل اخر كعبه اللي نحطها من الفوق، كملت هنا بالزبده الفاضله، ندهن بالكلاي عجيتي كيما الاخرين بالضبط. ونحطها فوق، وننزل هكا، ندخل معناها على جنب باش ما يتحلوليش هكا. سيب. وطو باش ندخلهم للفور على درجة حرارة 180 درجة مدة هكيك 20 ربع ساعة، حبر ما يطيب الحشو من داخل يطيب العظم. معناها انا راني الفور شعلته من قبل، معناها من اللي بديت نعمل في الورق نتاع الملصوقة، نتوما زاده شعلوا من قبل. وهذا الطاجين نتاعي، شوفوا كيفاش بعد ما طاب، شوفوا اللون نتاعو بالحق يشهي على الاخر، منظر بنين 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 بنين. نقصه ونوريهولكم. هذا الطاجين نتاعنا بعد ما قصيناه، شوفوا تبارك الله هاك المنظر اللي فيه ما شاء الله بالحق يشهي على الاخر، شادد روحه متماسك امبيكابل. معناها ان شاء الله يا رب يجربوا الوصفه نتاعي وتعجبكم. ما تنساوش باش تضغطوا على سابوني وعلى الجرس اللي بجنب كلمه سابوني باش يوصلكم كل جديد، وان شاء الله في حلقه اخرى ووصفه اخرى، وبسلامه.